اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس لينكس للبيجنرز. اتكلمنا المرات اللي فاتت عن كوماندز كتيره جدا، مهم جدا انك تكون عارفها في كال لينكس. النهارده ان شاء الله وصلنا لبارت 6 من الكوماندز. هنبتدي اول كوماند معانا النهارده وهي كوماند اسمها head. head دي بتعمل ايه؟ displays the beginning of a file، يعني هي هتوريك بدايه اي فايل. تاني كوماند معانا النهارده وهو tail. tail display the end of a file، هيوريك نهايه الفايل. تالت كوماند معانا النهارده ان شاء الله وهو more. displays the contents of a file، بيوريك محتوى الفايل on screen at a time. واخر كوماند النهارده ان شاء الله هو less. displays the contents of a file scrolling او searching. هنفهم كل الكلام ده في الجزء العملي ان شاء الله. يلا افتح الكالينكس ويلا بينا على الجزء العملي. بعد ما فتحنا الكالينكس بتاعنا هنبتدي ان شاء الله نشوف الكوماندز اللي علينا النهارده. هنبتدي باول كوماند معانا وهو مور. دلوقتي احنا كنا عارفين ان مور دي بتعمل ايه على حسب الباوربوينت زي ما لسه قاريين، بتوريك الكونتنت بتاع الفايل. طب واحد دلوقتي ممكن يجي يقول لي طب ما كانت بتوريني الكونتنت بتاع الفايل، ايه الفرق؟ انا بقى هوريك الفرق ايه. هنفتح التيرمينال بتاعنا، الزوم الجميل كالعاده، سي دي ديسكتوب كلير. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجرب كات زي ما كنا بنعمل كل مره، كات تاسك، ونشوف ايه اللي هيحصل. اه، بصوا بقى قد ايه، بصوا بقى قد ايه انا مش قادر اشوف كل الحاجات اللي جوه تاسك من كتر عددها وكترها. مش قادر اشوف، واخدين بالكم؟ الدنيا تايهه خالص، وبسكرول عشان اعرف انا عايز اقرا ايه اللي جوه الفايل. طب مور بقى هتعمل لي ايه؟ تعال نشوف كده مور هتعمل لي ايه. الاول تعال نشوف اصلا الفايل اللي احنا كنا فاتحين فيه ده عدده كان كام. طيب عدده كان كام؟ كانت تاسك. اه، بص يحتوي على ايه؟ 3256. يعني انتوا متخيلين قد ايه الرقم؟ رقم كبير طبعا. طيب مور بقى هتعمل لي ايه؟ مور هتوريني الكلام ده كله بس بشكل بسيط، واقدر انا اللي احرك واحده واحده وبالراحه بالراحه. يعني ايه يا باسل؟ يعني زي ما هنشوف دلوقتي مور تاسك. اه بصوا بقى، جايب لي الحاجات على قد الشاشه اللي قدامي، يعني على قد السكرين اللي انت فاتحها. ما فضلش يجيب لي حاجات كتير جدا زي كات، واخدين بالكم؟ وبيقول لي ايه بقى؟ يعني كل ما تدوس على سبيس انت كده بتنزل بالراحه واحده واحده على مهلك، وبتشوف الحاجات وتشوف كل اللي مكتوب جوه الفايل بالراحه لحد ما توصل 100% ويخلص معاك. واخدين بالكم من الجمدان؟ حاجه جميله جدا طبعا. بس فاكيد بالنسبه لنا مور هيكون ابسط واحسن من انك تستخدم كات لو كان الفايل حجمه كبير جدا، انما كات ممكن تستخدمها للحاجات اللي هي البسيطه. هنتنقل لتاني كوماند معانا النهارده وهو لس، ونشوف لس كانت بتعمل ايه. والله بيقول لك لس بتعمل نفس اللي بتعمله مور. ايه ده؟ امال ليه ادونا اتنين كوماند طالما لس بتعمل نفس اللي بتعمله مور؟ اه بس لس هي الابجريدد من مور، يعني هي بتعمل كل حاجه بتعملها مور لكن فيها شويه فيتشرز مش موجوده في مور. ايه بقى شويه الفيتشرز اللي مش موجوده في مور؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. مثلا احنا هنكتب لس تاسك ونشوف ايه اللي حصل. اه جاب لي فعلا الحاجات اللي موجوده، وانا لو عايز اكمل بدوس برضو سبيس وانزل، ونفس اللي كان مور بيعمله بالظبط. طب ايه بقى الاختلاف؟ انا لو دوست اف من الكيبورد، بصوا احنا هنا كده فين عند تاسك 6، لو دوست اف من الكيبورد معناها اختصار لفورورد، يعني انزل للي بعده، انزل للي بعده. طب لو دوست بي باكورد، ارجع 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 ارجع. اه انا بقدر ارجع واروح. طب لو دوست جي هيجيب لك اول السكرين اللي هو اول حاجه، من بدايه السكرين لحد اخر السكرين. طب افرض دلوقتي حضرتك نزلت مثلا فورورد كتير كده وتهت عن اول السكرين، ومش عايز تجيب اولها بجي، وعايز مثلا تجيب سطر معين، عايز تجيب السطر الثالث مثلا، يبقى ندوس 3 جي. اه كده بقى بيعمل ايه؟ بيجيب لك السطور لو انت تهت. تعالوا ننزل تاني كده للاخر ونشوف الوضع بيمشي ازاي. هات لي مثلا 4 جي، بيجيب السطر الرابع على طول، بس على حسب السكرين بتاعتك. طب افرض دلوقتي حضرتك عايز تعمل سيرش على كلمة معينة في الفايل ده، بتعمل ايه؟ بتدوس باك سلاش من الكيبورد وتكتب الكلمة اللي انت بتدور عليها. مثلا انا بدور على كلمة باسل، اهو باسل، وادوس انتر. بص بقى قال لك باسل مكتوبة فين وفين، علمها لك ايه بالهايلايت. اذا لس فيها فيتشرز اكتر من مور، وبنقدر ان احنا نستخدمها بشكل احسن بكتير. طيب هنتنقل لتالت كوماند معانا النهارده وهو هيد. هيد كانت بتعمل ايه؟ بيقول لك display the beginning of a file، يعني هتوريك بداية الفايل، اوله بس بدايته. جميل، تعالوا كده لما نشوف. تمام، هنعمل هيد دلوقتي الفايل تاسك اللي على الديسك توب. هيد
تاسك انتر. بص بقى جاب لي ايه؟ جاب لي السطور دي بس اوله بس، يعني 1 2 3 4. ايه ده، انا لسه هقعد اعد؟ طب ما تيجي نشوف هما كام. منين بقى بنشوف؟ بنكتب هيد تاسك بايبنج دبليو سي نيجاتيف ال. جاب لي اول 10 سطور. ما جابليش بقيه السطور كلها بقى. اذا هيد بتجيب لك البيجيننج اوف فايل، اللي هم اول 10 سطور. طب افرض دلوقتي حضرتك عايز تجيب مثلا اول 20 سطر، ازاي بقى؟ بنقول هيد داش ان اول 20 سطر. جميل. بعد كده تاسك، هات لي اول 20 سطر من فايل تاسك. انتر. جاب لي اول 20 سطر فعلا. طب التيل بقى بتعمل ايه؟ التيل بقى دي عكس الهيد. يعني ايه عكس الهيد؟ الهيد كانت بتجيب لنا البيجيننج اوف فايل اللي هم اول 10 سطور، يبقى التيل هتجيب لنا ايه؟ اخر 10 سطور. يعني لو كتبنا تيل تاسك، جابت لي اخر 10 سطور فعلا. ونفس الفكره برضو عايزين مثلا نجيب اخر 70 سطر. تيل داش ان 70 تاسك، اخر 70 سطر. جميل. واحد دلوقتي ممكن يقول لي واحنا لازم نجيب بدايته او نهايته او سطر معين؟ ما ينفعش نجيب مثلا من سطر رقم 20 لحد سطر 25، يعني حاجه في النص؟ اقول لك لا ينفع. طب هنعمل كده ازاي؟ تعالوا كده نفتح مثلا تاسك فايل كده ونشوف. على سبيل المثال مثلا الشخص ده عايز يجيب من 20 لحد 25، ادي 20 لحد 25. والله 20 مكتوب فيها تاسك 2، والسطر رقم 25 مكتوب فيه ال اتش جي يو. هو عايز يجيب دي. طب دي هنجيبها بقى ازاي؟ دي احنا ممكن نستخدم فيها هيد وتيل الاتنين مع بعض. نعمل هيد نجيب اول 25 سطر، وبعد كده نقول لتيل هات لنا اخر 5 سطور. علشان تيل بتجيب من تحت وهيد بتجيب من فوق. جميل. وفي افكار تانية كتير طبعا. تعالوا كده نطبق الفكرة اللي احنا لسه قايلينها دي. يلا هات لي التيرمينال. كلير هيد. احنا عايزين نجيب ايه؟ اول كام سطر؟ عايزين نجيب اول 25 سطر، صح؟ يبقى هيد داش ان هات لي اول 25 سطر لفايل تاسك. جاب لي اول 25 سطر اهم. واحنا عايزين اخر 5 سطور، اخر 5 سطور. بس ثانية واحدة، خلي بالك احنا هنا على الكمبيوتر بنعد الرقم ذات نفسه. يعني ايه؟ يعني 20 1 2 3 4 5 6. احنا في اللوجيك عايزين اخر 5 سطور، انما في الكمبيوتر بيعد من نسبة لزيرو. يبقى بالنسبة للكمبيوتر هو اخر كام سطر؟ اخر 6 سطور. نروح بقى على التيرمينال كده تاني. هنا بقى نيجي نكتب تيل. احنا عايزين اخر 6 سطور. هنا بقى اقول لك لا، ما ينفعش. ليه؟ لان كده هو فهم ايه؟ فهم ان هو يجيب اخر 6 سطور في الفايل كله، مش اخر 6 سطور في دول. طب عشان نعمل كده محتاجين نعمل ايه؟ هنا بقى محتاجين نعمل ريدايركت، يعني ناخد ال 25 اللي طلعناهم بهيد نوديهم في فايل تاني، وبعد كده نجيب اخر 6 سطور، بحيث ان هو يبقى فاهم ان دول اخر 6 سطور. وطبعا اكيد في افكار تانية كتير، بس هنعمل الفكرة دي وبعد كده نشوف الفكرة التانية ايه. جميل جميل. يبقى هنكتب تيل، نكتب الاول هيد، تاني نيجاتيف ان 25 تاسك. انا عايز اوديها فين؟ انت عايز تعمل ريدايركت. عايز توديها بقى فين؟ في فايل مثلا نسميه جيسي. كده انت وديت ال 25 سطر دول في فايل اسمه جيسي، خدتهم من تاسك وعملت ريدايركت لفايل اسمه جيسي. هنا بقى نستخدم تيل عشان نجيب اخر 6 سطور. يبقى نقول تيل داش ان 6 جيسي. اخر 6 سطور فعلا اهو. 1 2 3 4 5 6. طب يا هندسه انا ما اقدرش اجيبها من مره واحده؟ لا طبعا تقدر تجيبها باستخدام البايبنج. كلير. تعال اوريك. يبقى هيد داش ان 25 تاسك. جميل. ومش هنعمل ريدايركت، هنعمل بقى بايبنج تيل داش ان 6. كده انا عايز ايه؟ عايزك تعمل لي الاول اول 25 سطر في تاسك، وبعد كده تجيب لي اخر 6 سطور بتيل. جميل. فعلا جابهم اهو من اول مره. طبعا الطريقه دي ابسط بكتير، بس انا حبيت اوريكم الطريقتين باستخدام الريدايركت والبايبنج. طيب احنا كده خلصنا النهارده. ان شاء الله هنكمل البيزك كوماندز من الحلقه الجايه. مش طالب من حضرتك غير انك تتدرب على الحاجات دي وتحاول انك انت تحسن من نفسك عشان تحترف التيرمينال
بحيث انك لما تخش كورس الايثيكال هاكينج اللي جاي معايا ان شاء الله او مع اي انستراكتور تاني، تكون فاهم الكالي لينكس بطريقه حلوه جدا، وتكون شاطر على التيرمينال وسريع وفاهم كل حاجه، عشان احنا بنحتاج الكوماندز دي كلها في جميع الكورسات اللي جايه ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده من كورس لينكس للبيجنرز باذن الله.